ما هو انت خلي بالك حضرتك، انت اكلك عشان يبقى متكامل انت عايز حبوب في دهون. عايز حبوب في ايه؟ في دهون. الحبوب تطلع منها سكر واحماض امينيه نادره، والدهون تخدم عليها بس خلاص. يعني الدهون احرقها. افهم، ما انت اكل حضرتك كالاتي، اكل حضرتك كالاتي: اكل يتحرق واكل مواد خام. اكل يتحرق واكل مواد خام. اللي يتحرق الدهون، والدهون هنا في الحاله دي هتبقى هي طبق الخل بتاع حضرتك، لان ده دهون وده احماض عضويه دهنيه قصيره السلسله بس حمض عضوي. فيقوم مهمه الحمض العضوي اللي هو يتحرق اطلع منه اسيتايل كو ايه واعرف اعمل منه اسيتون، ما اسمه اسيتيك، اسيتايل كو ايه اسيتون، عشان الجحش اللي بيقول الاسيتون وجوده خطر ما هو جحش. ما هو جحش. الخل طبعا منتج من منتجات الدهون. ما هو حمض عضوي. الخل حمض عضوي، يعني ناقص له جليسرين، امسك الخل في جليسرين ويبقى دهون. روحي شوفي حلقه الدهون. فالخل هو الجزء اللي هيحرق من الدهون في الاخر. فانا بديهولك صافي كده، يعني شايل السكيلتون بتاعه، بس ما اعرفش اعيش عليه كتير. انا محتاج دهون، لان الدهون مش مجرد بس دهون ثلاثيه ترايجليسرايدز، لا، ده حته الزبده ولا نقطه شويه الزيت اللي هتاخدهم، يعني شويه الزبده اللي هتاخدهم او شويه الزيت اللي هتاخدهم فيهم دهون ثلاثيه وفيهم فوسفوليبيدز وفيهم فيتامين دي و A والاي والكي. يعني معلقه الزبده ولا معلقه الزيت، عشان كده ليها، يعني لما تحط نقطه زيت في ميه بتديك لون النور، بيعمل عليها الوان. ليه؟ ده فوسفوليبيد شبه الصابون. فالفوسفوليبيد اللي انت يعني انت لما بتيجي تاخد حته زبده دي كلها فوسفوليبيدز وجواها دهون، لان الفات جلوبيول ما بتبقاش نقطه زيت حره كده، لا، الزيت دايما متغلب بطبقه فوسفوليبيد هي اللي بتديله اللمعه دي. يعني لما يجي يدوب في الميه يعني او يجي يتحط في ميه فيعملوا نقط، عشان كده تلاقي ايه، الزيت ياخد نقطه ودايره ويفصل عن الميه. هو عمل الحركه دي ازاي؟ بالفوسفوليبيدز. خلاص. فالخل يعتبر ماده غذائيه صالحه للاكل، بتأدي دور الدهون اللي هي الماده التي ستحرق. انا كلامي عايز يبقى كلامي بس مفهوم. ما هو انت في ماده هتحرق. طب السكر بقى اللي موجود جوه التوست او جوه الرز، لا يا باشا، السكر ده احنا هنشتغل بيه ماده خام، اصنع بيه بروتين تاني، اصنع بيه DNA، اصنع بيه RNA، اصنع بيها مركبات زي نات PH بلس بروتون، اصنع بيها هيموجلوبين. ده مين ده؟ بالجلوكوز يا باشا. الجلوكوز. ما هو الجلوكوز ده يا باشا ماده بتعرف تدخل في كذا اتجاه عن طريق حاجه اسمها الكريبس سايكل او ساقيه كريبس. يعني السكر لما بيخش يلف جوه ساقيه كريبس دي بيبدا بسترك ويلف يبقى سترك تاني، بس هو بيلف بيعمل مركبات وسيطه. كل مركب من دول اعرف اعمل منه حمض امين. فالسكر لوحده مع ذره نيتروجين اعمل منه 11 حمض امين، 12 حمض امين بالسكر بس. عشان كده الماده الغذائيه الاصيله جوه دم حضرتك السكر، والاسيتون تصنيعي من الدهون. فدي عمليتين سيبريت، عمليتين منفصلين واندبندنت، غير معتمدين على حاجه. يعني انا ككبد اما اجي اصنع غذاء واصدره في الوريد الكبدي اللي هيطلع على الدوره الدم الرئيسيه، بعبيه سكر، بعبيه اسيتون، بعبيه البومين، بعبيه HDL جديد وLDL جديد من عندي انا ككبد. انا كبد لسه بعبي اهو، انا بعبي وبصدر دلوقتي. فانا كبد جاي من حاله صيام. خلي بالك انا صايم، انا ما باكلش. انا الكبد بستلم مواد فضلات ومواد رميها خلايا غيري
زي كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتصدر في الدم ايه؟ ركز معايا. كرات الدم الحمراء بتصدر في الدم حمضين، بيروفيك لاكتيك، غير بتصدر طبعا كربون دايوكسيد، بتصدر حاجات ويست برودكتس. ده مين؟ كرات الدم الحمراء. حلو الكلام؟ حلو. طب بناء على هذا انا ككبد بستلم الحاجات دي من كرات الدم الحمراء؟ لا، ده انا خلايا عضلات بذلت مجهود كده وطلعت مش العضله بعد شويه بعد ما بتشتغل بيها انت كده بتطلع احماض، فبالتالي بيحصل فيها شد عضلي ويقول لك العضله محتاجه ترتاح شويه. بتطلع احماض اسمها بايروفيك لاكتيك. دول بيجروا في الدم ويروحوا على الكبد. الكبد ياخد الاحماض دي ويخلص الدم منها ويخلص النسيج البيني بتاع العضلات منها ويرجع يصنعها سكر، تلف وتروح العضلات تاني. يبقى معنى كده ان الراجل اللي بيلعب في الماتش او اللي بيعوم او اللي بيتخانق او الجندي في المعركه، طول ما هو بيبذل مجهود بيصدر احماض وبيرد عليه الكبد بسكر، فتبقى الدايره شغاله. انا بطلع سكر وانت بتستغله وتطلع احماض، وهكذا. ومع كرات الدم الحمراء، لان كرات الدم الحمراء دول 28 تريليون خليه، 85% من خلاياك المعدوده والمكتوبه في الكتب كرات دم حمراء. فبناء عليه انا بصدر في الدم في البلازما طول ما انا ماشي بايروفيك لاكتيك، احماض. دي الاحماض يا باشا، دي لو اتكومت تعمل لك حمضيه الدم. حلو الكلام؟ دي لو اتكومت تعمل لك حمضيه الدم. لكن الجسم عاقل بقى وفاهم، فالكبد ياخد ده من البلازما وينقي البلازما ويصدر سكر. طب الاسيتون يا باشا؟ لا، ده الاسيتون حدوته ثانيه بقى. ده انا بلاقي جاي لي انا ككبد احماض عضويه واحماض دهنيه زي الخل اللي انت اكلته ده، فانا مش هطلعه حمض برضه، هطلعه حاجه تستغل بسرعه. اطلعه الدهايد اسيتايل كو ايه، او اطلعه اسيتون. يطلع الاسيتون على الخلايا اللي محتاجاه على طول، على خلايا الدماغ، على خلايا العضلات. اكتر اتنين بيحبوا الاسيتون، يحرقوه في ثانيه الا ثانيه. عشان كده انت مش ديتكتد. يعني ايه؟ يعني ايه ديتكتد؟ يعني انا عرفت اقفشه، يعني عرفت ديتكتد، يعني قفشته، مسكته متلبس، يعني عرفت اقيس الاسيتون. هو الاسيتون ما بلحقش اقيسه ليه في العادي؟ عشان انت يا باشا بتستغله، دماغك بتحرقه على طول وعضلاتك بتحرقه على طول. امتى بقى اعرف اقيسه؟ لو مش عارف استهلكه، الدم مش عارف يوصل عضلاتي، ضعف الترويه. لكن انتاج الاسيتون على مدار الساعه شغال. ضعف الترويه من حاجتين: نفخه البطن وحجم الدم بيقل، بيبقى كونتراكتد. حجم الدم بيقل يعني بيبقى كونتراكتد، الدم اللي رايح قليل، فيبدا الدماغ تفهم ان ايه، ان الدم اللي رايح قليل، فيبدا يعبي الدم على قله حجمه، يعبيه غذاء بغزاره، يعبيه ايه؟ غذاء بغزاره اكتر، فيعبيه اسيتون اكتر، يعبيه سكر اكتر، فتيجي انت تقيس. ما يا باشا، ما هو انت الفكره انت بتقيس وانت تعبان، مش انت بتقيس وانت مزغلل وضغط الدم عندك ونهجان وخفقان وعرقان وسقعان بردان. مش انت ده، مش انت الشخص ده في التوقيت ده، مش انت باشا. ده الاكشن. وانت بقى ذكي، انت لماح، انت اول ما عليك زغللت فهمت ان سكرك عالي. لا يا باشا، هو انت السكر بيعلى دلوقتي وسيله دفاع، بيدافع عن دماغ حضرتك دلوقتي حالا. هو دلوقتي حالا حضرتك اول ما يبدا تحس ان انت دايخ والدم بيقل في دماغك ونفسك بقى يطلع بصعوبه، فاهم؟ كل ده يا باشا انت ما جبتش سيره بطنك. دلوقتي حضرتك رايح عينيك مزغلله ودايخ وريقك ناشف وبتجري على الحمام وخلاص بقى انت تعبان يا باشا، انت تعبان يعني. فرحت المستشفى، فالمستشفى قالوا ضغطه 90/50 وسكره 560 واسيتون في البول +3 مثلا. هيكون التصرف ايه بقى؟
حضرتك دلوقتي انت في حاجات اغفلتها خالص في العيان ده. انت ما جبت السيره هو اصلا داخل ايه يعني انت فاهم، انت رحت عالجت سكر واسيتون. طب افرض يا باشا ما لقيتش سكر واسيتون، يعني انت عمرك ما شفت واحد وقف في طابور العيش واغمى عليه ورحت جبت قيس له السكر والاسيتون ما فيهمش حاجه؟ هتعمل معاه ايه يا باشا؟ ما هو ده نهج. خلي بالك انت ما جبت سيره بطنه اصلا، يعني احنا ما جبناش سيره بطنه نهائي. ما قلناش منفوخه مش منفوخه بينهج لا يا باشا، انت خدت بالك يا باشا ان هو الراجل ده بينهج ومزغلل وريقه ناشف. فانت يا باشا انت بتيجي بتجيب الجسم وهو بيصلح، يعني الجسم بيصلح اهو. ما هو الجسم دلوقتي دخل في معاناه، هو دخل في اضطراب. دخل في ايه؟ في اضطراب. طب ركز معايا. طب العيان اللي بيصوم كتير او الناس اللي في المجاعات، لو خدت له عينه من الدم هتلاقي عنده سكره عالي واسيتونه عالي. واربط الكلمتين دايما ببعض. يقول لك احنا بنشوف الاسيتون عالي في ناس بتوع المجاعات. طب يا باشا تقول له ليه بتلاقيهم في ناس المجاعات؟ طب الراجل ده ما بياكلش حاجه اصلا. يقول لك لا ده الراجل ده ما بيصوم كتير، صيام متصل ايام طويله وساعات طويله، الانسولين بتاعه بيبقى قليل قوي. فلا يا باشا، هو مش الانسولين قليل قوي ونزل بقى صفر، لا هي مش قصه كده بس. لا 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 لا. الراجل ده يا باشا اما صام ايام طويله، يعني دخله في 10 ايام ورا بعض ما بياكلش، فاهم؟ ما بياكلش ما بيشربش،